جلالة الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء اجتماع عمل خصص للمركب المينائي والصناعة الجديد الناظور غرب المتوسط. ويأتي اجتماع العمل الذي يندرج في أفق الإطلاق التشغيلي لهذا الميناء خلال الربع الأخير من هذه السنة في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى الربط الدائم لاقتصاد المملكة بسلاسل القيمة العالمية من خلال إقامة بنيات تحتية مينائية متطورة. وخلال اجتماع العمل قدم رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط فؤاد البريني عرض تقدم سير العمل بالمشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن. وبعد هذا العرض أعطى جلالة الملك تعليماته لجميع المتدخلين باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تأمين انطلاق المشروع في أحسن الظروف والعمل على التنفيذ السريع لبرامج تكوينية متخصصة لمواكبة المستثمرين وتيسير اندماج الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم. كما أعطى جلالته تعليماته للحرص على أن تستفيد من مزايا هذه الاستثمارات جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري بغية النهوض بالإطار المعيشي بالمنطقة وإنجاز مخطط عمل متعدد الأبعاد يؤمن التنمية المستقبلية للمشروع.